بيعمل كحائط صد للأمراض اللي هي الفيروسية أو البكتيرية المنتشرة خلال الموسم ده. صدقني مش هتحتاج لأي أدوية ولا تحتاج لأي تحصينات، زائد إن أنا بزود بيها الإنتاج بتاعي. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وسعادة دايما يا رب. ان شاء الله في الفيديو بتاعنا النهاردة هنتكلم على حاجة مهمة جدا هتزود عندنا الانتاج، هتخلي الحمام صحته كويسة طول فترة الشتاء اللي احنا فيها دي. امراض الحمام اللي بدأت تدخل علينا اليومين دول، السالمونيلا، الاسهالات. عشان نقي الحمام بتاعنا من الامراض البكتيرية والامراض الفيروسية اللي احنا دايما نتكلم عليها في الفيديوهات، فلازم نستخدم العشبة دي مهمة جدا جدا في علاج أمراض كتيرة جدا للحمام بتاعنا. المكون اللي هتكلم عليه النهاردة اللي هو الكركم، لو قدمته إن شاء الله مرة واحدة بس في الأسبوع صدقني هتحصن حمامك من جميع الأمراض اللي أنا بتكلم عليها. ومن أهم فوائد الكركم يا جماعة إن هو بيعمل على حل جميع مشاكل الهضم، اللي هو تحجر الحويصلة سواء عند الزغاليل أو عند الأسوس الكبيرة. بنلاقي تحجر في الطعام نتيجة إن مفيش تصريف طبعا في الطعام، فده ممكن يسبب عندنا امراض كتيره جدا، انسداد الفتحه اللي هي ما بين الحويصله وما بين فتحه المعده، فبالتالي بيقدم نوع من البكتيريا داخل الامعاء، وده طبعا بيضر الحمام بتاعنا. يساعد على جميع خلايا الكبد، يعني يعتبر من اهم المنشطات الكبديه اللي انا ممكن استخدمها، اللي هو هلاقيها في الكركم. يحارب جميع انواع الديدان والطفيليات الموجوده بامعاء الحمام بشكل جيد، ان هو بيعمل على قتل الديدان والطفيليات سواء بكتيريا ضاره او بكتيريا نافعه داخل معده فرد الحمام بتاعنا. وزي ما قلنا كده في فيديوهات برضو كتيره جدا ان الديدان العامل الاساسي في قله الانتاج، فلو احنا قضينا على الديدان صدقني هتلاقي انتاج. منشط قوي جدا للدوره الدمويه، ودي اهم حاجه طبعا بحتاجها عشان لو لا قدر الله الحمام بتاعنا اتصاب بفيروس النيوكاسل، فطبعا بيحصل زي تجلطات في الدم، تجلطات الرقبه، ده اللي بيعمل التواء في الرقبه. فبالتالي طبعا لو احنا بنستخدم الكركم ان شاء الله هيحصل تنشيط في الدوره الدمويه باستمرار. الكركم كمان من اهم فوائده ان هو بيقلل نسبة الدهون ويساعد في علاج مشاكل التشحم في الجسم، ودي حاجة مهمة جدا جدا بالنسبة لزيادة الانتاج. لو احنا اتكلمنا على تشحم الدهون اللي هو بيبقى في الجسم، فبالتالي بيحصل تشحم دهون برضو على المبيض بتاع الإناث، فده بيقلل من العملية الانتاجية. فلازم ان انا ازيل جميع الدهون نتيجة الكلفة اللي هي مليئة بالبروتين اللي هو زيادة عن اللازم، او نتيجة الدهون اللي هي بتبقى متواجدة في الذرة الصفراء. خاصة لو احنا بنستخدم نوع من الاعلاف برضو بيحصل زي عملية دهون او تليس على المبيض، فده بيقلل فعلا من عملية الدهون او بيشيلها تماما. منقي للدم ومفيد في منع تجلط الدم اللي انا لسه متكلم عليها. تجلطات الدم بيعمل زي عملية سيولة دايما في الدم، فبالتالي مش هيحصل اي تجلطات نتيجة الفيروس اللي انا اتكلمت عليه اللي هو النيوكاسل، اللي هو بيعمل الروشة عند الحمام. رافع جيد لجهاز المناعة، ودي أهم حاجة إن أنا بحتاج الحمام بتاعنا يكون مناعته قوية عشان يعمل كحائط صد إذا كانت من الأمراض الفيروسية أو الأمراض البكتيرية اللي هي طبعا الروشة والسالمونيلا. لو أنا الحمام بتاعي مناعته كويسة صدقني مش هيجيله أي أمراض من الأمراض اللي هي بتبقى منتشرة سواء في الصيف أو في الشتاء. مضاد قوي جدا للسموم ولدغات الحشرات، اللي أنا بدور برضو على مضادات السموم اللي هي البيطري، دي طبعا بيكون ثمنها غالي جدا، فمش هلاقيها احسن من الكركم او احسن من الاعشاب اللي احنا بنلاقي فيها النسبه اللي هي بتاعه مضاد السموم ولدغات الحشرات اللي احنا كلنا بنشتكي منها اللي هي بتسبب الجدري. علاج فعال وقوي جدا لاصابات البرد اللي هي بتبقى متواجده خلال اليومين دول نتيجه انخفاض درجات الحراره، تغير حالات الجو، غبار الريش اللي هو بيبقى متواجد نظرا لفترات القلش اللي هي اللي برضه لسه موجوده عند بعض الحمام، فده بيسبب زي امراض تنفسيه، امراض البرد، فده بيقضي عليها تماما ويعتبر علاج فعال فعلا في علاج حالات البرد. مفيد جدا في علاج حالات الاسهال المزمنه، لان لو الحمام بتاعنا فيه حالات اسهال فده بيعالج فعلا حالات الاسهال اللي هي مزمنه، اللي هي طبعا بعد كده بتقلب معانا بسالمونيلا، بتقلب معانا بهزه، اي نوع من انواع الاسهالات، ده برضو خطير جدا على الحمام بتاعنا. فلازم ان احنا نستخدم الكركم ده ولو مره واحده بس في الاسبوع زي ما انا اتكلمت. يعتبر الكركم واحد من اقوى واهم مضادات الاكسده الطبيعيه، طارد قوي جدا للسموم، قاتل للبكتيريا اذا كانت بكتيريا نافعه او بكتيريا ضاره اللي هي طبعا بتبقى مسببه في مرض السالمونيلا. يقي الحمام من بعض انواع السرطانات، ومنشط قوي جدا للكبد، ويعتبر فعلا من اهم منشطات الكبد اللي انا بحتاجها للحمام بتاعنا. لو الكبد بتاع الحمام بتاعنا فيه حاله من الخمول، حاله كشاشان بالنسبه للحمام بتاعنا، بيكون ده سببها ان الكبد فيه حاله من حالات الخمول، فلازم اعمل على تنشيط الكبد، فبقدم الكركم زي ما اتكلمنا كده ولو مره واحده بس في الاسبوع.
هنتكلم بقى على طريقه تحضير الكركم. طريقه تحضيره زي ما احنا شايفين كده يا جماعه، معلقه صغيره على كل لتر ميه. انا عندي هنا حوالي 2 أو 3 لتر ميه، فبحط معلقه كبيره زي دي كده وبقلبها وببدا امسك بيها للحمام بتاعي. او ممكن ان انا احطها برضو على الكلفه، معلقه كبيره كده على كل 5 كيلو كلفه، واعفر بيها الكلفه بتاعتي بالطريقه اللي احنا شايفينها دي، وابدا اقلب الكلفه واقدمها للحمام بتاعنا. كده دي فوائد الكركم اللي احنا قدمناها مع بعض يا جماعه، ودي كل العناصر المهمه اللي انا ممكن استخدمها فعلا للحمام بتاعنا. ويعتبر الكركم فعلا من اهم الاعشاب اللي انا بقدمها للحمام بتاعي. ولكن هتكلم على حاجه مهمه جدا، اللي هي لازم ان انا اقدم بعد الكركم على طول مباشره تاني يوم لازم اقدم جرعات الخميره، سواء خميره بيطري او خميره بشري، او سواء الخميره اللي هي من عند الفران. لازم طبعا اقدم الخميره عشان انشط البكتيريا النافعه، خاصه اللي هي بيقتلها الكركم. احنا قلنا الكركم ان هو قاتل قوي جدا لانواع البكتيريا، اللي هي طبعا البكتيريا النافعه والبكتيريا الضاره. لازم ان انا اشغل البكتيريا النافعه، ودي حاجه مهمه جدا لازم تكون موجوده داخل الامعاء، عشان طبعا ما يحصلش مرض مباشره بعد تقديم الكركم. لازم ان انا اقدم الخميره زي ما اتكلمنا كده يوم واحد، وبعد كده ان شاء الله بيحصل تنشيط للبكتيريا النافعه. وكده يا جماعه بكون نهيت الفيديو بتاعي معاكم. يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسوناش بقى في نهايه الفيديو باللايك والشير واشتراك في القناه، ويا ريت تفعل زر الجرس لتصلك كل فيديوهاتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.